يدور الحديث حول تعديل حكومي قد يطيح بعدد من الوزراء في حكومة أخنوش بسبب أخطائهم أو تصريحاتهم المثيرة للجدل أو ضعف مردوديتهم في القطاعات التي يشرفون عليها. وحسب بعض المصادر، فإن من بين الوزراء المرشحين لمغادرة الحكومة كل من عبد اللطيف الميراوي وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وعواطف حيار وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، الوزير رياض مزور فاصلة، والوزيرة ليلى بنعلي التي عجزت عن حل مشكل المحروقات. واعتبر محللون أن العديد من الوزراء أبنوا عن ضعف كبير في التواصل وضعف البرامج والمشاريع التي يقدمونها في البرلمان، بالإضافة إلى عدم تفاعلهم مع مشاكل المواطنين.